السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب. وحشيني جدا 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 جدا. طبعا الناس سألتني كتير عن دارة الفراخ البيضة يا جماعة. لسه والله أنا ما جبت فراخ بيضة، لأن يعني في الحمد لله تقدم شوية. يعني العلف بينزل، شجرة العلف نزلت 100 جنيه الأسبوع ده، فاحنا برضو صابرين شويه. يعني مش هنجيب فراخ بيضه ان شاء الله لما العلف ينزل شويه، لان انا بجيب كميات وانتوا عارفين. يعني انا بجيب كميات كبيره، مش بجيبه خلاص. طيب كان في كذا سؤال. الناس كانت سالتني عليه بخصوص البط. بتقول لك البط بينزل ايه؟ بينزل يعني بيعمل حمام بني. حمام البني يا جماعه بيبقى بسببه ده. شايفين انا بصور بالليل، معلش يمكن الاضاءه مش هتعجبكم شويه والاضاءه مش حلوه. بصور طبعا بالليل. اضطريت والله اصور بالليل يعني ظروف. بيبقى سبب يا جماعه. شايفين الارض؟ شايفين؟ ايوه، بسبب الطينه وبسبب الحاجات اللي في الارض دي. فده بيعمل لهم سقعه، فبيخلي كده كده ياخدوا برده معدتهم، وبيخلي البط بقى يعمل اسهال وكده. اهو زي ما انتم شايفين برضه على الاسهال اهو، تحس ان في ابيض واخضر اهو. ده بيبقى بسبب الارض. يعني المفروض الارض، انا والله خليت الارض مخصوص كده عشان اجيبها لكم. المفروض الارض تبقى ناشفه على طول باستمرار. طبعا يعني انا بسيب عليهم برضو الباب مفتوح، بهويهم عشان خاطر ايه؟ ما يبقاش يعني ريحه العفونه تخلي لهم عينهم تتعبهم. وان شاء الله اي حاجه في التعليقات باذن الله هرد عليكم فيها. يا رب تكونوا بخير، ويا رب يعني رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.